واش كنتي كتوقع هاد السيناريو؟ حمد الله كيسكت الجميع وكيهدي اللقب للمغرب من قلب ملعب لوسيل. اليوم ماشي مجرد فوز، اليوم تاريخ جديد تيكتب لي أسود الأطلس. مبروك لكل المغاربة. اليوم عشنا ملحمة كروية حقيقية في نهائي كأس العرب 2025. ملعب لوسيل في قطر كان شاهد على تتويج المغرب بطلاً للعرب بعد مباراة للتاريخ ضد المنتخب الأردني القوي. البداية كانت نارية، ومن الدقيقة الرابعة أسامة طنان سجل هدف عالمي من وسط الملعب فاجأ به كل من في الملعب وسكن الشباك بطريقة أسطورية. لكن المنتخب الأردني ما استسلمش ورجع في الشوط الثاني بقوة كبيرة بفضل المهاجم علي علوان اللي سجل هدف التعادل، ومن بعده سجل هدف التقدم من ضربة جزاء وقلب النتيجة على أسود الأطلس. الصدمة كانت كبيرة في المدرجات والكل اعتقد أن الكأس ضاعت في اللحظات الأخيرة، ولكن هنا بدأت المعجزة، وهنا ظهر البطل الحقيقي اللي انتظرناه وقت طويل وهو كيتألق بقميص المنتخب. عبد الرزاق حمد الله اثبت للعالم كامل في هذه الليلة أنه مهاجم من طينة الكبار. في الدقيقة 86 وفي اللحظة اللي فقدنا فيها الأمل، حمد الله سجل هدف التعادل القاتل وأنقذ المغرب من خسارة اللقب. المباراة انتقلت الأشواط الإضافية، وهنا عاد الجلاد مرة أخرى ليؤكد العودة القوية ديالو وسجل الهدف الثالث بذكاء كبير، هدف الفوز باللقب العربي الغالي. هذا الفوز عنده طعم خاص جدا لأن حمد الله أخيرا قدر يسجل أهداف حاسمة ويصالح الجماهير المغربية بأفضل طريقة ممكنة في مباراة نهائية. المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي قدم بطولة مثالية واستحق هذا الكاس عن جدارة واستحقاق كبيرين. شكراً لأسود الأطلس على الأداء البطولي، وشكراً للجمهور المغربي اللي شجع بحرارة من قلب الدوحة. ودابا السؤال لكم كاملين، واش حمد الله دابا هو المهاجم رقم 1 في المغرب بلا منازع، ولا كتشوفوا هاد التألق غير ضربة حظ؟ جاوبونا في التعليقات، ضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد على منتخبنا الوطني. ديما مغرب، والسلام عليكم.